السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله جايبة لكم وصفة كلنا بنحبها وولادنا بيحبوها وبنشتريها من بره بأسعار غالية. جايبة لكم البانيه بتاع الشركات اللي هو البانيه الجاهز. بصوا دوت الشكل اللي انتوا عارفينه طبعا. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وأقول لكم الوصفة بسيطة أوي ومقاديرها بسيطة جدا. عندنا نص كيلو من البانيه، صدور الفراخ يعني، وعندنا نص كوباية برغل نقعينها، ودي التوابل: ملح وفلفل اسود وزعتر وروزماري وبصل بودر وتوم بودر، وده كركم، وده نص كيس بيكنج بودر عشان بينفش معانا. بصوا مكوناتها سهلة أوي وبسيطة. هنحط طبعا كل ده في الكبة، هنفرم فرمة كويسة كده في الكبة. لو ما عندكيش كبة ممكن مطحنة الخلاط اللي هي الصغيرة دي تعمليهم على مرتين تلاتة عادي. وبعدين هنحط البرغل، بصوا ناعم اهو. هنضيف بقى البرغل، بصوا هو شرب المية وبقى ناشف فمش هيحتاج ان احنا نعصره. وهنضيف بقى التوابل والنص كيس بيكنج باودر دوت، وايه، هنفرم فرمة تاني. هنفرمه كويس اوي لحد ما يبقى ناعم. بصوا كده بالشكل ده كده، وهتقلبيه بقى كويس من فوق لتحت كده عشان كله يبقى نفس الفرم. انا لقيت العجينة ناشفة شوية، هنضيف بقى بيضاية واحدة. بصوا عشان تطري بس العجينة وتعرفي ايه تشكليها بايدك كويس. وبصراحة بتدي لها نفشة كده، وبتدي لحتة البانيه كده، بتدي لها شكل وقيمة كده بصراحة. بصوا فرمتين كده بعد البضاية. بصوا بقى، بصوا ما شاء الله العجينة كويسة وعملت لي كمية كبيرة جدا. بس لازم تسيبيها تريح في التلاجة حوالي ساعة او ساعتين. بصوا ممكن تعمليها الصبح وتشكليها على اخر النهار كده وميعاد الغدا. وبصوا ده كريسبي، انا جبت ب5 جنيه كريسبي من اللي هو من عند العطار اللي هو السايب دوت. ما شاء الله ب5 جنيه وكفالي الكمية. بص هنبتدي بقى نشكلها كده. لما بتستويها تستريح في التلاجة التشكيل بتاعها بيبقى سهل. هتنزليها في المية وبعدين بقى تحطيها في الكريسبي. في نوع حار ونوع بارد، اللي انت عايزاها هاتيه. اشكل معاكم كده واحدة تانية. انا عاملاها الشكل اللي هو البيضاوي دوت. بصوا الشكل ده اللي هو بنجيبه جاهز عادي، اي شكل مش هتفرق، بس المهم اللي هو نفس الطعم. ان شاء الله الطريقة تعجبكم وما بتاخدش وقت معاكي خالص، بتديكي ما شاء الله كمية كويسة قوي. بسم الله ما شاء الله. النص كيلو دوت عمل لي بصوا 25 قطعة. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. انا عملتهم على مرتين يعني، اتغدينا منهم في نفس اليوم. بصوا الكريسبي عمل لي كله ما عدا بس التلاتة دولت. اتفضلوا. انا عملتهم بفيجيتار عادي. بصوا عمل لي 25 قطعة. 25 قطعة يعني ممكن تاخدي نصهم وتسيبي نصهم بقى في الفريزر. بصوا جبت طبق فل وحطيت فيه كيس تلاجة فتحته، وهشيل نصها في الفريزر استخدمها وقت تاني. وهعمل النص نتغدى بيه النهارده. بص بسم الله ما شاء الله كمية كبيرة قوي. اتعملت من نص كيلو بانيه. نص كيلو بانيه ب50 جنيه، وجبتي ب5 جنيه كريسبي يعني. بص ما كلفتكيش حاجة خالص، عشان طبعا نوفر. وبألف أنا والشفا يا رب على قلوبكم. يا رب الوصفة تعجبكم، وإن شاء الله لو عجبتكم بقى متنسونوش في اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.